السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. طبعا أنا عارف إن أنا بقالي فترة طويلة خالص مش بنزل أي حاجة، وعارف إن أنا بعيد يعني بقالي فترة طويلة، بس معلش. أولا أنا يعتبر السنة اللي فاتت بادئ في نفس الميعاد أتكلم في المشاكل والأمور دي كلها. السنة اللي فاتت كانت لها ظروف استثنائية، قلنا إنها سنة الكورونا، كانت أصعب سنة حقيقي فعلا ومروا بظروف صعبة لأن الموضوع كان فجأة فعلا. لكن حاليا السنة دي الموضوع بقى خلاص في تكيف شوية إلى حد ما، وعارفين راسنا من رجلينا وكده. لكن في عذر كبير جدا جدا في الدفعه دي، انها عندها نظام جديد تماما، وده يعتبر ظلم غير طبيعي. ان احنا بنتعرض لظلم فعلا، ان هو لا عارف هعمل ايه ولا اتحرك ازاي ولا عارف اصلا اذاكر ازاي. ويا ترى هل انا بذاكر صح ولا بذاكر غلط، ولا شغال صح ولا شغال غلط؟ وللاسف ده عامل لك مشكله، حتى المدرسين برضو بيعانوا من الموضوع ده. فانت محتار وعايز تفهم ازاي هتصرف صح في السنه دي كلها. اولا بس يا شباب، خلينا بس متفقين في حاجه، ان لما الوزير يقول لك ممكن تدخل الامتحان بكتب قديمه، ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ بمنتهى السهوله كده، ان انت لو انت حفيظ مش هتعمل حاجه. بمعنى انا مثلا دخلت الكتاب، طب ما أنا لو حافظ الكتاب دخلت امتحنت، ايه عملت ايه؟ ولا حاجه. اذا ده معناه ايه؟ هل الامتحان هيبقى صعب؟ والله لو جاب امتحان تعجيزي، جاب امتحان من كوكب زحل، فهو عليك وعلى كل اخواتك الطلبه، فده لا هيزعلك ولا هيقلل منك اصلا، يعني اللي هو عليا وعلى زملائي. لو كان صعب فصعب علينا كلنا، لو كان سهل فسهل علينا كلنا. فالموضوع مش هيعمل لك اي نوع من الاسترس تماما، ده موضوع واضح جدا. طيب اتنين، انا بقى الاهم في الموضوع ده، الاهم انا اصلا هذاكر ازاي؟ يعني انت بتقول دلوقتي ان ممكن انت اصلا مش عارف تذاكر صح ولا بتذاكر غلط، وحاسس ان انت معرض لمشكله كبيره. انا اعمل ايه؟ في حاجة مهمة جدا يا شباب، لازم تذاكر بذكاء. يعني ايه؟ لازم تبقى فاهم كل حاجة، لازم تبقى انت عارف انت بتذاكر ايه، محفظ كده دش وخلاص، لا لازم تبقى فاهم كل حاجة. كان دايما مستر عبد المعبود الله يبارك له يقول لك ايه؟ انا بربي دماغي، يعني انا بشرح حاجة عشان خاطر تربي لك دماغ تعرف تتصرف فيما هو بعد، يعني اللي هو انت فاهم تعمل ايه، فاهمني؟ فمهما كان السؤال صعب انت هتعرف تتصرف فيه. لكن مفيش حاجه اسمها صعبه. انا عارف ان هو نظام جديد وموضوع مختلف وموضوع مخيف جدا، عارف والله، وعامل لك توتر ومشاكل حتى في البيت وفي الدروس ومع اصحابك، كل الكلام ده. والاهم كمان ان انت خايف تكون خلاص دخلت في الدوامه اللي هي بقى خلاص وقتي بيعدي. بص يا صديقي، اولا بس احنا والله لسه الوقت كويس جدا قدامنا، احنا يعتبر لسه بادئين السنه، يعني مفيش اي مشكله على مهله خالص. لكن لازم تعرف تمشي صح من الاول دلوقتي، عشان خاطر في الاخر ما يحصلكش مشكله معانا، تمام؟ فانت حاول تذاكر بذكاء. يبقى تعمل ايه بقى؟ حاول كل ما تذاكر مثلا تحاول تفهم المعلومه، ما بلاش حاول تفهم المعلومه، ما تحفظش كده وخلاص. اللي هو مثلا عندك مثلا في الاحياء تنسيق هرموني والكلام ده كله، حاول تربط مواضيع ببعض، هتلاقي كده حبه من هنا على حبه من هنا، اربط كل حاجه ببعضها، هتلاقي مثلا الموضوع بقى سهل معاك جدا. طيب اعمل ايه؟ برضه انا حاسس ان الموضوع برضه مش عارف اتصرف. حل كتير جدا، حل فوق ما يمكن ان تتخيل. الحل كتير جدا هيربي لك دماغك، هيخليك تفتح افكار اكتر، وان شاء الله الموضوع هيبقى اسهل معاك كتير جدا باذن الله. فانت حاول بقدر الامكان تحل اكبر قدر ممكن. طيب احل منين؟ حاول تحل من الحاجات اللي بتنزل على المنصه، اللي هي حاجات بتنزل اللي هي رسميه خالص، يعني الحاجات دي مهمه جدا، واكيد 100% هتيجي في الامتحان. ركز جدا على كل المعلومات دي، ركز جدا على كل الحاجات اللي بتنزل من على المنصه. ليه بقى؟ احنا بنتكلم عن نظام جديد مش حاجه قديمه، فاللي هو الجديد ده اللي هيجي في الامتحان. واوعى تنسى ان الوزير قال لك ايه؟ مهما اخدت دروس في الاول خالص، اهم حاجه المنصات، يبقى انت اعتمد عليها اعتماد كبير جدا. وطبعا عندكم طبعا المدرسين الافاضل يعني فهموا الموضوع كويس والكلام ده كله، فانتوا حاولوا يا شباب تركزوا على الفهم اكتر من الحفظ. الفهم هو لا هو خلاص، قال لك حتى مثلا 85% مش عارف مجموع كذا دخلك فين، ما هو ده معناه ايه؟ ان انت لو فاهم ان شاء الله ونقصت حاجه صغيره مش هتزعلك في حاجه، باذن الله تجيب المجموع اللي انت عايزه. لكن حاول تكون فاهم المعلومه، المواد اللي فيها فهم تركز عليها جدا 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 يعني، واي حاجه فيها ربط معلومات مع بعضها ركز فيها فوق ما تتخيل، وحل اسئله اختياري. عايزك تحل لما تقول بس حل كده هبقى كويس، والله يعني والله هتبقى كويس فوق الروعه كمان. يعني انا نصيح مني والله بجد، انا لو مكانك في النظام الجديد ده باذن الله كنت هعمل كده والله، اللي هو هتصرف بالطريقه دي، هحاول افهم واسمع الناس اللي هي الكبيره اللي فاهمه كويس قوي واجيب من الاخر. لكن بقى ما اقعدش بقى اسمع لمين ومش عارف ايه وبتاع واوتر نفسي، لا. وبرضه حاجه مهمه جدا، والله بالله احنا لسه بدري جدا، اللي هو انت لسه ما دخلتش بقى في الدوام، لا انت بدري خالص. لا توتر نفسك ولا تقلل نفسك ولا تخوف نفسك خالص. وبلاش بقى اللي هو ايه، انا في ثانويه عامه انا في ستريس، بالراحه محدش يكلمني يا عم، بالراحه. خد الموضوع بمنتهى السهوله والبساطه، والله والله ربنا هيكرمك. والله يا شباب الموضوع ما عايز اي توتر اي خوف، لو انت اخدت الموضوع بالراحه توكلت على ربنا وبقى عندك كده اللي هو ايه،
هدوء نفسي داخلي، هتشتغل احلى شغل السنه دي، ومش بتعدي 90% كمان، اللي هو هيعتبر حاجه كبيره جدا السنه دي. فانت حاول تهدى، والله ربنا يكرمك باذن الله. حاجه مهمه جدا يا شباب بالنسبه مثلا للاهل في البيت، الاهالي ما يعرفوش مثلا حاجه عن النظام الجديد، اللي هو يعني يا ابني ذاكر، يا ابني مش عارف ايه، وانت متوتر ولا انت عارف تتحرك هنا، بالراحه ما تزعلش، مهما كان هم مش فاهمين انت اللي انت بتمر بيه، فانت حاول تراعي الكلام ده. وطبعا ما ينفعش ننسى حاجه مهمه جدا، وهي تنظيم وقتك. لازم وقتك يكون منظم جدا، اللي هو انا عارف انا هعمل مثلا، مش هعمل جدول خالص، ما كده في النظام. انت مثلا لما تنام، انا داخل انام اهو، بكره الصبح ان شاء الله اللي هو اليوم بتاع بكره كله هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. تاني يوم خلصت كل الكلام ده، تعمل جدول لليوم اللي بعده، بس ما تعملش جدول اسبوعي مش هتمشي عليه، يوم ولا اتنين وهتقع، والنفسيه تنزل تحت الصفر خالص، وبتبقى مخنوق بقى لو ما عملتش مش عارف ايه وبتاع وتقف خالص. لا، خليك تتحرك. جدول ليوم واحد، بكره ان شاء الله عندي درس في الفيزياء، درس مثلا في الاحياء، درس في العربي، خلاص دول بكره ان شاء الله هخلصهم كلها كده واحل عليهم. بلاش تعدي حاجه من غير حل، يبقى انت تنظم وقتك كده بشكل سهل جدا. على فكره اصلا يعني انا اخواتي الاثنين في ثانويه عامه معاكم، يعني اخواتي الاثنين توأم معاكم في ثانويه عامه، والكلام ده ليهم زيكم بالظبط. فالموضوع ده فعلا انا بتكلم معاكم بمنتهى الصراحه والله، اللي هو توكل على الله، اجتهد على اكبر قدر ممكن، اياك تبص للوقت، اياك تبص النتيجه، لان مهما كان اصلا ده كلام تاني هتكلم عنه بعدين، اصلا مهما كان ده خير اصلا، اللي هو انت ما تعرفش انت ربنا هيوديك فين، دي حاجه تانية هنتكلم فيها في الاخر. لكن انت حاليا مطالب بالسعي غير مطالب بالنتيجه. انا هعمل اللي عليا، هتوكل على الله، لا هوتر نفسي ولا هقلق ولا الكلام ده كله، ومالكش دعوه باصحابك اللي هم بيتكلموا كتير قوي عن المذاكره. بمعنى انا مثلا يعني ده انا ضعيف خالص وبتاع، في الامتحان يجيب لك مثلا مقفل، اللي هو يعني شغل مش لطيف خالص من الطلبه، ده ما يهمكش، مالكش دعوه بحد، انت مع نفسك مع ربك، خد طريق لنفسك وخلاص. اي حد يطلب منك اي مساعده اعملها له على طول، طبعا من غير اي تردد. لكن قصدي ايه، انك انت مع نفسك، بلاش تشغل نفسك. ليه بقى؟ لان الفتره دي فيها كلام كتير جدا، وفيها مشاغل من هنا ومن هنا، سوشيال ميديا الله يخرب بيتها، اللي هو في 5000 حاجه ممكن تبعدك خالص. بصوا يا شباب، في حاجة مهمة جدا برضو ما ينفعش نتغافل عنها أبدا. لازم تعرف إن كل شيء في الدنيا مش هيمشي ولا هيتيسر ولا هيستقيم ولا هيفلح إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لازم تكون علاقتك مع ربنا كويسة. أنا مقصر، أنا مش بصلي، بقالي فترة طويلة جدا بعيد عن ربنا، ارجع له، مهما بعدت ارجع له، والله بابه مفتوح. أصلا مش هتنجح ولا تفلح ولا هتتحرك إلا بيه، والله ما في أهم من علاقتك مع ربنا. ارجع له، انت لو بعيد حتى ارجع له. ما تقولش ثانويه عامه ومش عارف ايه، لا والله ما ليها علاقه. ربنا مش بيتعامل معامله البشر، والكلام ده انا قلته 50 مره. ارجع لربنا، حسن علاقتك معاه، يسر امورك، نظم وقتك على حسب صلاتك، هتلاقي امورك مستقيمه جدا، وان شاء الله تفلح فلاحا حسنا باذن الله. بس انت اهدى خالص كده، توكل على الله، ربنا يا رب ييسر امرك ويحقق احلامك ويوفقك في حياتك ان شاء الله. واسف جدا على التاخير الطويل ده، وباذن الله مكملين مع بعض لحد اخر السنه، لحد ما فضل الله سبحانه وتعالى ربنا ييسر لكل واحد طريقه، وباذن الله خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.